اجى العيد وحابة تتعلمين طريقة عمل الكليشة العراقية بحذافيرها، وشنو من طريقة؟ والله ناجحة وتموت، لا اقول لك عليها تتفلش وتخرب عندك، طريقة كاملة وبدون اي نقص، اريدها من عندك تنطيني متابعة ولايك وتعالي على الطريقة. هلا والله حبايبي، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا احلى متابعين. اليوم عندنا طريقة عمل كليتشة العراقية، طريقة كلش سهلة. عندنا هنا طحين، عندنا هنا فانيلا، حليب، خمرة، هيل، سكر، ملح، بيكنج باودر، دهن، والزبد. الدهن والزبد يكون 1 كيلو. عندنا هاي الملعقة راح نستخدمها بكل المواد. على طريقتها ندير الطحين 1.5 كيلو طحين، راح ندير المواد كلها فوق الطحين. 1 ملعقة فانيلا، 100 غرام حليب، 1 ملعقة خمرة، 1 ملعقة هيل، 5 سكر، 1 2 3 4 5، رشة ملح خفيفة، بيكنج باودر تشيز، وعندنا هنا المي حسب الرغبة أو رغبتك أو رغبتك. العجنة تريدها ثخينة أو خفيفة. راح نموع الدهن ونرجع لكم. حبايبي، موعنا الدهن هنا، موعنا الزبد وموعنا الدهن يكون مو حيل حار، درناها فوق الطحين والمواد. راح نشغل العجانة، راح تتجانس المواد ونرجع لكم. حبايبي، هنا عندنا كمل جانست الطحين والدهن. راح ندير المي حسب رغبتك او رغبتك، تكون لينة او قوية. راح نكملها ونرجع لكم. حبايبي، هنا عندنا كملت العجينة، شوفوها شلونها طرية وحلوة، والحشو حسب رغبتك او رغبتك. احنا راح نختار الجوز والتمر والحلقوم. راح نشوفون هاي طريقتها، دائرة تفتحها شوية، ندير لها جوز ونخليها بالقالب، وراح نكملها ونرجع لكم يا احلى متابعين. كملت عندنا هنا العجينة بالكامل، طلعت عندنا 1 صينية، وراح ننزلها بالفرن 250 وجه 250 شعر. حبايب قلبي، مثل ما تشوفون خلصت الطريقة بالكامل الكليتشة العراقية. ملاحظة صغيرة، تدهنون الكليتشة الوجه بالبيض قبل ما تنزلونها بالفرن. شوف لكم اياها، اويلي خرافية، وطعمها خنذوقها ونشوف خرافي.